صار لي فترة وأنا نفسي في شيء اسمه ماتشا، لدرجة إنه طلبت الأقراض وإن شاء الله تجيني قريب. طلبتها من شي إن، فاليوم رحت أشتري لي الماتشا نفسها، وعلى مدح يعني الناس اللي اشتروها، لأني أنا الصراحة ما أعرف يعني بأنواع الماتشا والشركات اللي تبيعها، وكنت بطلبها من نون، بس كنت خايفة يكون يعني حجمها مرة صغير. بس برضو يعني لما شفتها في المحل هذا كان حجمها يعني صغير، نفس اللي كنت متوقعته. فجيت أشوفها أحسن شيء يشوفها العين، يعني الشيء في المواقع مو نفس الواقع، فهمتوا؟ فأخذت لي هذا الحجم، حجمها صغير، يعني أشوف هل هي الأصلية ولا لا كتجربة. بعدين أشتري لي الحجم الكبير اللي هي أتوقع ب55 ريال، وهذا الحجم ب30 ريال، بس يلا مناسب يعني مشي لي الحال. فرجعت وجربتها، الحمد لله طلعت نفس اللي في بالي، لونها أخضر وريحتها، بس سبحان الله ريحتها مرة مرة تشبه الحنة، يعني مو السدر، كمان أقرب للحنة، لأنه ريحتها أصلا من يوم ما فتحتها قلت هذه سبحان الله لو مو كاتبين إنها شاي الماتشا كان حسيت إنها حنة. المهم هنا بعد ما جبتها البيت ومرة اتحمست اشتريت يعني الحليب على طول زي كذا، نفسي أجربها بحليب المانجا. أنا الصراحة جربتها في الكافيهات، يعني حقة الكافيهات تقريبا يزودوا ماتشا للأمانة، لدرجة إنه تبان كذا، تبان مرارتها. فقلت أبى أجرب لي بالمانجا، حليب المانجا. فبحليب المانجا حبيت طعمها للأمانة، يعني شيء جديد بالنسبة لي، دائما أجربها بالحليب الأبيض. وهذه أول مرة أسوي يعني ماتشا في البيت بنفسي، أنا ما قد جربتها في البيت. المهم هنا حطيت لي ملعقتين، أنا أشوفهم يحطوا ملعقتين، بس الأغلب إنهم يمشوا إيش اسمه بالجرام. وبعدين حطيت لي حليب المانجا، وحليب المانجا حسيت إنه قليل، لأن حسبت إنه يحطوه، يعني يحطوا أول شي كمية بسيطة، بعدين زودت لي شوية يعني، وبديت ألخبط ولخبط بهذا، يعني إن شاء الله لما تجي الأدوات كاملة. فقعدت ألخبط الصراحة بهذا، مرة يتعب للأمانة، وكمان طلع لي يعني بعد ما خلصت وحطيت الحليب كذا طلع حبيبات صغيرة، يعني إنه ما انخلط زي الناس. فبأدواتها يعني أفضل وأسرع، يعني تختصر لي وقت. وبعد ما خلصت حطيت لي الحليب، ما شاء الله هنا لما حطيت الحليب كذا صار اختلاط في الألوان. بعدين لخبطتهم مع بعض، وإيش اسمه طبعا ما حطيت سكر، لأنه أصلا هي الحليب هذا حليب المانجا فيه له سكر، وكمان حسيت مرة حيطلع حالي بزيادة لو حطيت سكر. بس حلو، حبيت طعمها يعني للأمانة عجبني، أعطيها 10 من 10. هذا النوع طبعا أول مرة أجربه، بس حبيت طعمها للأمانة. وإن شاء الله إذا جات الأدوات راح أصور لكم إياها.